يا بلادي يا بلادي. كل الجميع والله قريب من قلبي، وانا مقدر وحاسس بالمعاناة اللي انتوا بتعيشوها عشاني. مقدر المعاناة اللي انتوا عايشينها بسببي والله. الله يسعدكم جميعا ويسعد اوقاتكم. انا مش عايز اطول عليكم، بس هو كل الموضوع ان انا كنت موجود في الشارع. كان في شد وجذب ما بيننا وما بين كلاب كلاب مرسي، الكلاب السعرانة، كلاب مرسي السعرانة. شد وجذب في الشارع ما بيننا وما بين كلاب مرسي السعرانة. تخيلوا يا جماعة العربية علشان الضابط يضربني، تخيلوا يعمل ايه؟ يلف مسافة حوالي 300 400 متر ويجي من شارع لا مؤاخذة كده يا دوبك عربية كارو تعدي فيه، ويعدي بالمدرعة. اه والله يعدي بالمدرعة ويطلع اول ما يطلع في وشي أنا. يطلع في وشي يقوم لازقها لي في وشي. انا واخد طلقة خرطوش. انا لو هقدر اوريلكم الصور على صور الخرطوش في صدري، في الصدر وفي العين، مش قادر اوصفها لكم بصراحة. انا خدتها ووقعت على الارض. تخيلوا عشان ان انا وقعت على الارض كانوا عارفين جاي عايز يعمل فيا ايه كمان. جاي عايز يكمل عليا بالمدرعة، عايز يدوس فوقي بالمدرعة. لما قمت وجريت الشباب في نفس اليوم ما خلوش المدرعة دي طلعت من الشارع. والله يا حزوم المدرعة ما طلعت من الشارع، المدرعة ولعت والظابط نزل يجري زي الخول، لان هم ما همش رجاله، دول شويه خولات. ويلكم باك يا ميثولوجي يا حبيب قلبي. ميثولوجي والله العظيم ليك وحشه. تخيلوا بقى الظابط يجري زي الخول، زي النسوان في الشارع، بس الشباب برضه ما سابوهوش. اه بليز لا اكرر، بليز لا تكرر. اكرر ايه بس؟ اكرر ميه؟ لا مش ضابط جيش، ضابط داخليه يا فيكتور، داخليه امن مركزي. لو كنتوا تشوفوا اليوم ده في المحله كان عامل ازاي. بصراحه يعني كان يوم تاريخي. بس طبعا في اقوال المحضر، طبعا يا جماعه اقوال المحضر بتبقى مختلفه عن كده شويه. ان شاء الله يا مان ان شاء الله. طبعا في مجموعه عمل تبقى فروم برايفت يا جماعه، مكونه من دكتور شمس واستاذ توماس وحزوم بعض الاخوه. يعني هيبقى في غرفه عمل ان شاء الله، يعني حزوم ودكتور شمس في غرفه عمل. بس لما الجو يبقى ايه رايق كده واقعد معاكم، ومش عايز اطول عليكم. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي.